الدوكر من اهم الادوات اللي عملت نقله نوعيه في مجال السوفت وير ديفلوبمنت بشكل عام الفتره اللي فاتت. ايه هو الدوكر وازاي اقدر استفيد منه؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. تعال نتكلم عن المشكله الاساسيه اللي الدوكر اصلا موجود علشانها. المشكله ببساطه شديده ان اغلب المشاريع الضخمه بتبقى عباره عن مجموعه كبيره من التولز والباكجز واللايبريز اللي معتمده على بعض، واللي الكود بتاع الابلكيشن بيكون معتمد عليها بشكل اساسي. يعني لو جينا خدنا مثال بسيط، لو افترضنا ان انا بعمل ابلكيشن باستخدام النود جي اس، هتلاقي ان الابلكيشن بتاعك ده معتمد على كميه كبيره جدا من الموديولز والمكتبات اللي لازم تكون موجوده علشان الابلكيشن يشتغل. ومش بس كده كمان، ده المكتبات دي هي نفسها معتمده على حاجات تانية وهكذا. ده بيدخلنا في حاجه اسمها ديبندنسيز هيل او ديبندنسي هيل، اللي هو جحيم الاعتماد او جحيم الاعتمادات. طيب ايه المشكله في الموضوع ده؟ المشكله في الموضوع ده ببساطه شديده ان انت لما بتيجي تنقل الابلكيشن بتاعك ده من انفايرمنت لانفايرمنت ثانيه، بتضطر ان انت تعمل انستول او تكونفيجر كل الاعتمادات ديت، ودي حاجه بتاخد وقت ومجهود كبير قوي. يعني انت خلصت الابلكيشن بتاعك كله على الماشين بتاعك او على اللابتوب بتاعك، وعايز بقى تنقله مثلا تعمل له ديبلويمنت او مثلا تعمل له تيستنج على انفايرمنت ثانيه او بيئه ثانيه خالص، فهتضطر ان الابلكيشن يجي بكل الحاجات اللي هو معتمد عليها وتعمل له انستول لكل الحاجات ديت وتظبط الكونفيجريشن بتاعها علشان بس تستو في الانفايرمنت دي، او عشان بس بعد كده تعمل له ديبلويمنت. حلو قوي. جه بقى الدوكر عمل ايه في الحته ديت؟ فكر ببساطه شديده، قال هو احنا في الحياه الطبيعيه لما بنيجي ننقل اي حاجه من مكان للتاني بنعمل ايه؟ بنجمع كل الاعتمادات بتاع الحاجه دي او كل الحاجات اللي احنا محتاجينها في حاجه اسمها كونتينر كبير من الكونتينرز بتاع الشحن، بحيث ان الكونتينر ده بيحتوي على كل اللي احنا محتاجينه، ويبقى معانا الكونتينر ده كده مجمع فيه كل حاجه في اي مكان نقدر نروحه او ننتقل بيه. يعني لو افترضت ان انا عايز انقل المكتب بتاعي من مدينه للتانيه، هاخد كل محتويات المكتب بتاعي او كل الاشياء اللي المكتب بتاعي بيعتمد عليها واجمعها في كونتينر، والكونتينر ده هو بيكونتين كل حاجه، اقدر بقى بمنتهى السهوله انقله من مكان للتاني. الدوكر بيعمل كده بالظبط في السوفت وير، بيشوف الابلكيشن بتاعك معتمد على ايه وبيلم كل الديبندنسز ديت بالكود بتاع الابلكيشن بتاعك ويحطه في كونتينر، ويبقى الكونتينر دوت فيه كل حاجه انت محتاجها عشان الابلكيشن بتاعك ده يرن. ولما تيجي تنقل الابلكيشن بتاعك من انفايرمنت للتانيه، كل اللي عليك ان انت هتاخد الكونتينر او ترن الكونتينر ده في الانفايرمنت اللي انت عايزه، وهو اوتوماتيك هينستول كل الديبندنسز وهيشوف كل الكونفيجريشنز او السيت اب اللي انت محتاجها وهيرن لك الابلكيشن بتاعك. كل ده احنا بنعمله علشان نوصل لحاجه بسيطه جدا، هي عمليه الكونتينوس ديليفري، او ان احنا نقدر ننقل او نوصل الابلكيشن بتاعنا من انفايرمنت لانفايرمنت ثانيه او نعمل ديبلويمنت ليه بمنتهى السهوله. في برضه مشكله ثانيه الدوكر بيحلها، هي ايه؟ لو انت مثلا بتبني ابلكيشن وبتستخدم فيرجن معين من الاعتماد دوت او من الديبندنسي دوت، يعني مثلا ببني برضه ابلكيشن بالنود جي اس، بس انا بستخدم نود جي اس مثلا فيرجن 10، وعايز اجرب الابلكيشن بتاعي دوت على فيرجن 12. فلو انت مش بتستخدم دوكر هتعمل ايه؟ هتنستول نود جي اس في فيرجن 12 وتجرب عليها الابلكيشن بتاعك، وده وارد جدا يعمل مشاكل ما. حلو قوي. الدوكر برضو بيسمح لك ان انت ممكن يبقى عندك اكتر من فيرجن من الاعتمادات اللي انت بتعتمد عليها، فتقدر تجرب الابلكيشن بتاعك بكل الفيرجنز اللي انت عايزها علشان تقدر توصل للتارجت بتاعك بسهوله جدا. الكلام اللي انا بقوله ده قريب شويه لفكره الفيرتشوال ماشين. ايه بقى الفرق ما بين الكونتينرز وما بين الفيرتشوال ماشين؟ ده اللي انا عايزك تعمل سيرش عليه وتقول لنا في الكومنتس عرفت ايه او وصلت لايه. ده موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.